يبدو نادي الزمالك مكتوب عليه الازمات، والله الواحده تلو الاخرى، مش عارف الزمالك يا دوب يفوق من ازمه يلاقي ازمه اخرى، او ما يفوقش من الازمه ويلاقي الازمه الثانيه، خبطات وازمات ومشكلات مع مجلس اداره الكابتن حسن لبيب. ازمه جديده تضرب نادي الزمالك. ايه اللي حصل؟ تعالوا حضراتكم نعرف ايه هو الموضوع. عبد السلام بلقشور رئيس نادي نهضه الزمامره المغربي فتح النار وكشف وقال لك احنا لينا فلوس ومستحقات عن نادي الزمالك، لم يلتزم بالعقود الموقعه بينه وبينه بالمواعيد المحدده لتسديد اقساط صفقه صلاح مصدق. مشكله جديده. يعني كنا نتكلم على النادي البرتغالي الشيكوبانزا، ستريلا، وبعد كده نادي اخوان بزير، انديه كتير لها مستحقات. النهارده طلع لنا كمان عبد السلام بلقشور رئيس نادي نهضه الزمامره. حتى الزمامره بدا يصدر مشكلات نادي الزمالك، بس السبب ويتحمل هذه المشكلات هو مجلس اداره. يعني المتهم الاول من وجهه نظر هو مجلس اداره. قال ايه؟ تعالى نسمع عبد السلام بلقشور. قال ان نادي الزمالك لم يسدد مستحقات الماليه الخاصه بصفقه انتقال صلاح مصدق، وقال ان العقد المبرم مع الزمالك ينص على مواعيد محدده لسداد اقساط صلاح مصدق، لكن مجلس اداره نادي الزمالك لم يلتزم بالاتفاق المالي الموثق والمبرم في العقد. وحاولنا التواصل مع المسؤولين في نادي الزمالك من خلال الرسائل الالكترونيه ومن خلال التواصل التليفوني، ما حدش رد علينا، ودي مشكله كبرى في مجلس اداره نادي الزمالك. يا تردوا على الناس يا الباب يفوت جمل. يعني ايه ما تردش على النادي؟ انت واخد منه صفقه مهمه صلاح مصدق، ما هو يقدر يشتكيه ويقدر الاتحاد الدولي ويقف ويبقى في ايقاف لنادي الزمالك من القيد، ايقاف قيد جديد. فهتردوا على الناس. فالراجل بيتكلم يقول حاولنا التواصل مع مسؤولي الزمالك مرات كثيره لتسويه الازمه، الا ان جميع المحاولات فشلت، وجميع المسؤولين في نادي الزمالك رفضوا الرد علينا. طب يعمل ايه بقى؟ يعني حد يقول لي بلقشور ده هل يركب الطياره ويجي القاهره عشان يدور على كل واحد عنوانه فين يروح له عشان يحل المشكله؟ ما تردوا على الناس. فدي ازمه جديده تضرب الزمالك، ازمه نادي نهضه الزمامره المغربي عايز مستحقات صلاح مصدق. يجب على مجلس اداره الزمالك يطلع يقول في مستحقات ولا ما فيش. ممكن يكون عبد السلام بلقشور بيقول كلام مش صحيح، لازم نسمعه، لازم حد يطلع يتكلم. طلعوا بيان، قولوا نادي نهضه الزمامره ده ليه فلوس ولا ملوش فلوس، ولا دي الازمه دي مصدره لنادي الزمالك لاثاره الازمات في الزمالك وضرب استقرار الزمالك. طيب استريلا البرتغالي، لسه المشاكل شغاله. نادي استريلا البرتغالي تواصل المسؤولين في نادي الزمالك مع مسؤولي نادي ستريلا دي امادو البرتغالي لحل ازمه مستحقات وتسويه النزاع بالاتفاق على موعد جديد ولسداد القسط الاول من صفقه شيكوبانز. ونادي الزمالك تعهد بمواثيق محدده ومواعيد محدده يبتدي التسويه وسداد الاقساط المتفق عليها. مبلغ هو كل الفلوس $700,000. كان المفترض الزمالك يسددها على دفعتين، الدفعه الاولى $300,000 والدفعه الثانيه $400,000. ما سالش في نادي ستريلا، فنادي ستريلا قدم شكوى للاتحاد الدولي رسميه ضد نادي الزمالك، وهذا الامر يهدد نادي الزمالك ويهدد استقراره ويهدد بايقاف قيد جديد. فنادي المسؤولين تواصلوا معاهم بعد الشكوى للفيفا عشان تسويه الامر. نادي ستريلا رفض طلب الزمالك، قال لهم انا قدمت شكوى لكن ما فيش تفاهم جديد ولا موضوعات جديده، هذه الاقساط مثبته في العقود المبرمه مع نادي الزمالك، انتم ما التزمتوش بالمواعيد واحنا عايزين المستحقات الماليه اللي هي $700,000. عشان كده